في رمضان اللي فات كنت بتفرج على برنامج للشيخ سعيد الكملي، كان اسمه آية وحكاية. كان يعني كل حلقة كده كانوا بيتكلموا عن آية معينة وبعدين يشرحوها وهكذا. في حلقة من الحلقات الشيخ اتكلم عن معنى من معاني يوم القيامة، وكان الشيخ متأثر قوي بالكلام يعني. ولكن للأسف المعاني اللي هو كان بيتكلم فيها أو التأثر اللي هو كان فيه ما كانش واصل لي، أو أنا ما كنتش حاسس بالمشاعر اللي هو حاسس بيها يعني. فلما قعدت افكر شويه في الموضوع اكتشفت ان في حاجات كتير قوي بتحصل والواحد ما بيحسش بيها. زي مثلا انه بتبقى بتصلي، ممكن الشيخ اللي بيصلي بيكو مثلا بيقرا بايات خشوع وهكذا، وتلاقيه بكى في الصلاه مثلا ولا حاجه. انت بتبقى بتصلي مش حاسس، مش واصل لك معنى الايه مثلا. فاكتشفت ان احنا عندنا مشكله، وهي ان احنا مش فاهمين المعنى. طيب خلينا نقول تاني، دلوقتي المفروض ان في مشاعر وحاجات الواحد يحس بيها لكن ما بيحسش بيها، لان بكل بساطه المشاعر دي مش واصله لينا اصلا بسبب ان احنا مش فاهمينها من الاساس. تخيل معايا مثلا ان في واحد صيني بيحكي لك قصه مأساويه حصلت معاه، بس انت ما اتأثرتش ولا عملت اي ردة فعل لان انت ما بتفهمش الصيني اصلا ولا بتتكلم بيه. 我有自己的原则，我不想一辈子让人踩在脚下。 او اللي انا بتكلم فيه هو نفس الفكره تقريبا، مع اختلاف ان احنا هنا مش بنتكلم بالصيني، لا هنا الكلام بالعربي ولكن احنا مش فاهمينه. وبصراحه حاولت ان انا اجمع شويه اسباب للمشكله دي من وجهه نظري. اول سبب هو بعدنا عن اللغه العربيه الفصحى، لكن السبب ده ممكن نقول ان هو مش سبب اساسي لان احنا لغتنا العربيه مش كارثيه قوي، ولكنه هيفضل سبب من الاسباب المهمه. تاني سبب وهو الكسل. ايوه بكل بساطه احنا بنكسل ندور على معنى اي حاجه بتيجي في بالنا. الواحد بقى يفضل ان هو ما يدورش ولا يبحث عن اجابه للاسئله اللي بتيجي في باله، وفي الغالب بنفضل ان احنا نفسر الحاجات على مزاجنا او اي تفسير يمشي الدنيا وخلاص. زي مثلا واحد بيشتكي ان الدنيا بايظه معاه، بدل ما يدور على الاسباب الحقيقيه للمشاكل اللي بتواجهه فيروح قايل لك دول بيحسدوني ويشيلوا عينكم من حياتنا والكلام ده. والحسد موجود واحنا مؤمنين بيه وكل حاجه، ولكن مش لازم يكون هو السبب الرئيسي. ولكن كسلنا في اننا نلاقي الاسباب الحقيقيه لاي مشكله بيخلينا نقول اي اسباب نقنع بيها نفسنا وخلاص. ثالث حاجه وهي ان للاسف الدين مش اولويه عندنا، وهنا انا مش ببالغ ولكن دي حقيقه الايام دي. بقينا نتعامل مع العبادات والدين بمبدا انتش واجري، تروح تصلي هوب تخبط الاربع ركعات وتطير. تلاقي الناس بدل ما بتذكر ربنا كويس هي قاعد عمال يعمل وخلاص. طب يا عم الحاج انت فاهم الكلام اللي انت بتقوله دوت معناه ايه؟ طبعا الكلام ده مش طبيعي خالص. وفي النقطه دي محدش يفهم ان انا بقول ما تروحش تصلي طالما انت مش فاهم معنى الصلاه، لكن اللي انا اقصده ان انت تعمل الحاجات دي بفهم، لان ده يخليك تخشع اكتر وانت بتعملها. رابع حاجه وهي خطبه الجمعه والدروس اللي في المسجد. للاسف دي بقت مشكله كبيره جدا لدرجه ان انت لو رحت مسجد معين في يوم معين وحضرت خطبه الجمعه بعدين مشيت ورجعت بعدها بسنه في نفس المسجد ونفس يوم الجمعه هتلاقي الخطيب بيقول نفس الخطبه. هو خلاص تحسها مواضيع معينه بيتكلموا فيها كل جمعه وخلاص. حتى الدروس اللي بعد الصلاه اللي المفروض انها تكون فيها فايده برضه بقت قال فيها نفس الكلام وبيتعاد. طبعا دي حاجه مؤسفه جدا لانها بقت تنفر الناس حتى من خطبه الجمعه. طيب دلوقتي عرفنا المشكله واسبابها، المفروض نعمل ايه بقى؟ بص الاجابه والحل هو متوقف عليك انت، لان الموضوع بكل بساطه متوقف عن ان انت تبحث وتدور على المعاني بتاع الحاجات دي وتحاول تفهم اكتر عن دينك، سواء هتسال شيخ او هتقرا كتاب او حتى هتدور على النت. يفضل اول حاجه ان انت تسال حد ذو علم، لان اغلب الحاجات اللي هتلاقيها على النت ممكن تكون مش مظبوطه قوي او مش صحيحه 100%. ولكن الاهم هنا ان الواحد يحاول يدور ويفهم معاني الحاجات اللي هو بيعملها في الدين، سواء عبادات او اذكار. في العموم لو انت بتقرا ممكن تقرا كتاب زي رياض الصالحين او كتاب ما لا يسع المسلم جهله. الكتابين دول كويسين جدا، ممكن اي حد يقراهم واسلوبهم بسيط. ولو انت ما بتحبش القراءه فممكن تدور على يوتيوب، هتلاقي ناس كتير بتشرح الكتابين دول بكل بساطه. في النهايه الموضوع معتمد علينا احنا. كنت عايز تفهم وتعمل حاجه بخشوع هتعمل كده وهتدور وهتكون مهتم، زي ما بتبقى مهتم انك تدور وتبحث عن معلومات عن فريق الكوره بتاعك او اللاعب المفضل بتاعك. دور على حاجات في الدين ممكن تفيدك، صدقني هتلاقي معلومات وقصص هتفرق معاك جدا. وبس كده، اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام. شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح. شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح. من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح.